مهرجان في تثبيت السكر بعنوان مرحب شهر الصوم. الأستاذة هدى والأستاذ أحمد منظمين هذا المهرجان الجميل. معانا النهارده الشاعرة الجميلة الابنة يارا مجدي تبرداش. أهلا وسهلا بك. منين يا يارا؟ مش محافظة البحيرة. يا وجاي من محافظة البحيرة هنا القاهرة؟ يا مشوار عليك جامد جدا. أنا صراحة سمعت الشعر بتاعها جوه، هي بتحكيه جوه، عجبني جدا، وقلت ما ينفعش أفوت الفرصة ديت، لازم نعمل معاها لقاء لجريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوتك. ممكن تذكر لنا القصيدة ديت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشاعرة يارا مجدي فؤاد الدمرداش، محافظة البحيرة، وسألقي قصيدة بعنوان شهر الصيام للشاعر الكبير والقدير أستاذي أحمد مرسي. وصم لله إن الصوم ذكر لعبد رام خاتمة الجنان، وها قد صمت طوعا وامتثالا لرب الكون وهاب الأمان. تقبل صومنا واغفر ذنوبا إله المن والسبع المثاني. أصلي فالصلاة بها نجاتي، ضياء الله نور في الجبين. وأنفق إنما الإنفاق سر لستر الله من غدر السنين. زكاة المرء للإنسان طهر، زكاة المرء للإنسان طهر، نقي النظر في حبل وتين. أصوم فللصيام نداء بري بألوان المكارم يعتريني. وفي الإسراء والمعراج كانت صلاتك للعبادة مبتداها، وتسعا صمتها رمضان فيها تعلم من مكارم مصطفاها. وقمت الليل مشتاقا وصولا لعل الروح تبلغ مشتهاها. فيا حب النبي أقم صلاة وصم فالنفس تشبه من دعاها. سعيت إليه أشعل ماء وجهي، سعيت إليه أشعل ماء وجهي، فكان من المباهج ما سعاني. وفي رمضان أملأ صوم يومي بأخلاق الحبيب من الخصال. وللمسكين أبذل ماء وجهي زكاة زانها عطر الجمال. أصوم أقوم أوقد من زكاتي سراج النور من زيت الحلال. صلاة الله للمختار عقد، صلاة الله للمختار عقد وضيء حرف غض اللآلي. الله عليك، الله عليك، ما شاء الله يعني.